متأكدة انك بعد ما تشوفوا الفيديو بكل التفاصيل الصغيرة هتكونوا اساتذة في عمايل الفتة، وهتنسوا كل الطرق اللي انتوا جربتوها قبل كده ومش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقة دي. اول حاجة جبتها معايا حلة على النار وحطيت فيها المية بتغلي. بعد كده جبت بصلاية متقطعة 4/4 وطماطماية مشهورة. بعد كده هنزل عليهم برشة من الفلفل الاسمر، وهكون معايا اللحمة متقطعة شرايح. انا هنا مستخدمة لحمة موزة. بعد كده هنزل باللحمة معايا الكمية كلها، وبعد كده هغطي عليها واسيبها بقى تغلي براحتها لحد ما تاخد وقت التسوية بتاعها. بعد ما استوت معايا هبدأ اشيلها من الشوربة علشان تبدأ تمسك نفسها عشان التحمير بتاعها. هحطها طبعا على الطاسة اللي انا هبدأ احمر فيها علشان ما بقاش بنقلها كل شوية وتبدأ تبقى شكلها مش لذيذ ولطيف معايا. بعد كده هبدأ اعمل معانا الرز. بعد ما اللحمة تستوي هجيب بقى حوالي معلقتين كبار من السمنة على شوية من الزيت وهنزل عليهم بالرز. هبدأ كده اقلب الرز مع السمنة والزيت بالمادة الدهنية بتاعتي اللي موجودة لحد ما كل رزاية معايا تتغلف وتبقى شكلها بتلمع وتكون خدت كل الزبدة والزيت اللي انا حطيتهم. بعد كده هنزل عليهم برشة صغيرة قوي من الفلفل الاسمر عشان ما يبقاش ظاهر قوي في الرز، وهنزل كمان عليهم برشة من الملح. وطبعا الملح على حسب الرغبة، ولما كمان هننزل المية عليها هندوق طبعا الملح تاني. هبدأ بس اقلب كده كله مع بعضه لحد ما ادخل الملح والفلفل في الرز. بعد كده هكون مجهزة معايا مية مغلية وهبدأ انزل بيها على الرز وهسوي الرز عادي جدا خالص. طبعا بتظبطي المية بتاعة الرز على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه. بعد كده هنبدأ ندوق الرز بتاعنا وكده هيكون تمام، هنسيبه يستوي براحته خالص. دلوقتي هنعمل مع بعض الطشة اللي هي منها هيطلع منها صلصة. حطيت معلقة كبيرة من الزبدة على معلقة من الزيت وهبدأ كده اقلب كله مع بعضه، وحطيت معايا كمان حوالي من 5 ل6 فصوص مهروسين من الثوم. واول ما ياخد معايا اللون بالشكل دوت هنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من الخل او من 3 ل4 معالق خل. وبعد كده هياخد كده غلوتين. اول ما هينزل هبدأ انزل عليهم بالشوربة. هحط حسب كمية الشوربة اللي انت حباها ومحتاجاها للطشة اللي انت هتطلعيها. انا هحط حوالي كبشة. بعد كده هقلب كده كله مع بعضه وهغطي عليها تاخد بس الغلوتين زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اخد حوالي كبشتين احطهم في طبق خارجي، ودي هتكون الطشة بتاعة الفتة بتاعتي وهتبقى هي دي طشة الثوم بتاعتي. بعد كده هشيلها كده على جنب، والباقي دوت هكون ضربة حوالي كيلو من الطماطم في شفشق الخلاط وهنزل بيه. بس هحط حوالي كبشة تاني من الشوربة، وبعد كده هنزل بقى بالطماطم زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى بعد كده بالبهارات بتاعتي. اول حاجة هنزل عليها برشة من السكر عشان طبعا حموضة الطماطم وتكون خفيفة على المعدة. بعد كده هنزل برشة من الفلفل الاسمر، وهحط اخر حاجة معايا الملح. انا مش هستخدم اي بهارات خالص، هي اللي انا مستخدماه ملح وفلفل وبس. هبدأ كده اقلب كله مع بعضه، وبعد كده هغطي على الصلصة بتاعتي واسيبها تتسبك براحتها خالص. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش معاكي اي وقت. هجيب بقى معايا صينية وهجيب بقى معايا العيش وهبدأ اقطعه مكعبات صغيرة طبعا على حسب الحجم اللي انت تحبيه وعلى حسب التقطيع اللي انت تحبيها. هبدأ كده اقطع، انا اسهل حاجة عندي بالمقص، تقدري تقطعيه بالطريقة اللي تحبيها. هبدأ كده اقطعه بالمكعبات صغيرة على حسب الحجم اللي انت تحبيه. ده الحجم المناسب بالنسبة لي، هي بتكون الحجم بتاعها وسط كده. وبعد كده هقطع بقى باقي الكمية واوريها لكم. وده كان شكل الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها. انا مشغله الفرن على اعلى درجة، هدخله لحد ما يتحمص معايا. تقدري تعمليه على النار من فوق، تقدري تحطيه تحت الشواية زي ما تحبي. بعد كده هجيب البايركس او طبق التقديم اللي انت هتحطيه وهبدأ انزل بالعيش فيه. بعد كده هجيب الشوربة بتاعة اللحمة بس تكون بتغلي كويس جدا علشان تبدأ تطري العيش. اهم حاجة ان انت توزعي الشوربة كويس جدا على العيش عشان كمان العيش يطرى معاكي. هجيب معايا الطشة اللي انا كمان خدتها على جنب، هاخد منها كام معلقة وهبدأ انزل بيهم على العيش عشان ياخد من طعم الثوم والطشة بتاعة الفتة. بعد كده هجيب بقى معايا الرز بعد ما استوى. طبعا انتي بتسوي الرز بياخد الغلوتين وبنوطي عليه وبنسيبه يستوي براحته خالص. هبدأ بقى احط الرز المعتاد خالص، ان احنا بنحط العيش وبنسقيه بالشوربة وبعد كده بنحط طبقة الرز من فوق. هبدأ اوزع الرز بتاعي وهجيب بقى الطماطم المتسبكة بتاعتي وهبدأ انزل بيهم على الطبق اللي انا هقدم فيه. زي ما انت شايفة كده تقدري طبعا تزيني بالطريقة اللي انت تحبيها وتحطي بالشكل اللي تحبيه. انا ده الشكل المناسب بالنسبة لي. هبدأ بس احط صلصة كويس، وطبعا احنا بنحط طبق صلصة جانبي جنب السرفيس او جنب الصينية اللي انت بتحطيها. هجيب برضو الطشة بتاعتي وهبدأ اسقي بيها الرز بتاعي عشان ياخد برضو من طعم الطشة بتاعت الفتة. هي مش قادرة اوصفلكوا، هي بتبقى خطوات بسيطة بس بتخلي الطعم في حتة تانية خالص. هبدأ كده انزل بالطشة بتاعتي على الرز والصلصة عشان تاخد من الطعم، والباقي برضو هبدأ احطه على السفرة بتاعتي.
هجيب بقى اللحمه بتاعتي. انا كل اللي انا عملته حطيته طبعا في الطاسه، وبعد كده بدات احمرها معلقه كبيره من السمنه. اول ما هتاخد معايا اللون هحط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، وكده تبقى تمام قوي. زي ما انت شايفه الطريقه والخطوات مفيش اسهل من كده، مبتاخدش معايا اي وقت. ده غير التفاصيل الصغيره اللي انت هتعمليها هتخلي الطعم في حته تانية خالص. مش قادره اوصف لكم حاجه كده تستاهل بقكم ومفيهاش ولا غلطه. خطيره خطيره خطيره. زي ما انتوا شايفين الوصفه معايا، والطريقه والشكل والطعم بقى مش قادره اوصف لكم. لما هتجربوه هتحبوه جدا، ومش هتبطلوا ولا هتغيروا الطريقه دي ابدا. الوصفه بجد ما تتفوتش. شايفين معايا الحلاوه؟ مش قادره اوصف لكم بقى طعمها عامل ازاي. يلا جربوا الطريقه وهستنى رايكم، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير، والف هنا عليكم يا حلوين.